السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة وفيديو جديد في مطبخ عائشة العافية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال المملحات ببديل العجين المورق، بعجينة رائعة جدا، هشيشة بنينة ومورقة وبدون تورق. يعني ما غاديش نورقوا العجين تماما، فقط غادي نجمعوه وغادي نشكلوا به المملحات ديالنا. كيجي رائع جدا، كتجي هشيشة وبنينة ومورقة ورائعة جدا جدا وناجحة 100%. مباشرة غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، يعني نص كيلو ديال الدقيق ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبة. غادي نضيف له معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، غادي نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال الخل، وكاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، يعني نص كاس ديال العنبه، زيت تقريبا واحد 2 معالق او 3. صافي غادي نلبس داك الدقيق مزيان مزيان مع داك الزيت، نحاولوا نبسوا داك الدقيق مع الزيت مزيان. ومن بعد غادي نضيف عليه 120 غرام ديال الزبده ديال التورق. ضروري تكون بارده مزيان مزيان، ضروري تستعملوها وهي بارده. غادي ناخدو الحكاكه اللي غادي نحكو فيها هاد الزبده، وكما كتشوفوا معايا غادي نمرمدو داك الزبده في الدقيق اللي عندنا، وغادي نحكو باش كيجينا ساهل، باش ما كتلصقناش في الحكاكه. وفي نفس الوقت كيبقاو داك الحبات ديال الزبده اللي كنحكو كيبقاو صحاحين. ولكن كما قلت لكم ضروري خصها تكون الزبده تكون بارده مزيان باش ما تعذبلكمش، وفي نفس الوقت باش العجينه تنجح لكم. صافي هنا من بعد ما حكيت داك الزبده غادي نحاول نخلط داك الزبده مع الدقيق، ما ندخلوش الزبده في الدقيق، غير نخلطو فقط. ومن بعد غادي نعجنوها بالماء يكون بارد جدا. ضروري الماء يكون احسن حاجه عملوها في المجمد، اقل حاجه واحد نصف ساعه عاد عجنوه به. انا استعملت هنايا كاس ديال الماء، نتوما ما تضيفوش الماء كامل، ضيفوا غير شويه بشويه حتى تجمع لكم العجين. ضروري العجينه خصها تكون قاصحه، ما تكونش هاده راسها، ما تكونش مرخوفه، وما تعجنوهاش وما تدلكوهاش، غير جمعوها بالاطراف ديال الاصابع صافي. فقط غير تجمع بهذا الشكل صافي. صافي وغادي انا هنايا كما شفتوا بعد ما جمعتها غادي نحاول نجمعها هنايا في سطح العمل، وما تدلكوهاش كما قلت لكم. نعاود نذكركم ما تدلكوهاش، لان السر د هذا العجين هو داك التفرتيت ديال الدقيق وديال العجين اللي كيكون ما مدلوكش، هو اللي كيخليه يجي مرق وكتنجح هاد العجينه. صافي هنا من بعد ما جمعتها بهذا الشكل غادي نعملها في واحد بلاستيك غذائي، وغادي نحتفظ بها في الثلاجه ونخليها ترتاح على ما نوجدوا الحشوه. فمباشره غادي ندوزو للحشوه. عندي هنايا فلفله خضراء، فلفله حمراء، وبصله كبيره غادي قطعتهم عفوا مربعات صغارين، وزدت عليهم واحد الفاس ديال الثومه محكوك، واحد الورقه ديال الرند، وزدت عليهم شويه ديال الزيت، ملتهم على النار وخليتهم حتى طحتنا داك البصله مع داك الفلافل شويه. نغطيوهم ونخليهم غير يدبلوا غير شويه. من بعد غادي نزيد عليهم الكفته. انا هنايا استعملت الكفته ديال البقري. بالنسبه للكميه عملوا شحال ما بغيتو نتوما، يعني شحال ما كان عندكم ديال الكفته عملوه. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نحاول انني نفتت داك الكفته. غادي نغطيها وغادي نخليها يرجع فيها شويه الصاد باش تفتت لي بسهوله. ومن بعد غادي نزيد عليها التوابل اللي هما شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال بودره ديال الثومه، وراس واحد شويه ديال الجوزه ديال الطيب، وشويه ديال الملح كيبقى حسب الذوق. غادي نخلط كلشي مع بعضيتو. من بعد غادي نضيف شويه ديال الصوجه. انا كتعيني باقا غير شويه ديال الصوجه، عملت غير تقريبا واحد ملعقه صغيره هي اللي كانت بقات لي. عملوا ملعقه كبيره عامره ديال الصوجه اولا 2 ملاعق الا كانت الصوجه خفيفه. الا كانت ثقيله عملوا غير واحده، غير ملعقه كبيره. واذا كانت الصوجه خفيفه عملوا 2 ملاعق. صافي خلطت كلشي مع بعضيتو، غطيتو، خليتو حتى طاب مزيان داك الكفته وداك الفلافل والبصله. من بعد زديت عليهم السحتر، شويه ديال السحتر اللي حكيته بين يدي، وخليتها حتى تشربت لي داك السوائل مزيان. من بعد ضفت عليهم 3 ديال القطع ديال الجبن مثلث، وملعقه كبيره عمره ديال الربيع. انا استعملت غير المعدنوس. صافي غطيتها خليتها حتى ترجع فيها الصهد وداب لي داك الجبن. ومن بعد مزجت داك المكونات كاملين مع بعضيتهم، ومن بعد طفيت عليها وخليتها تبرد باش ملي نبغيو نعمروا بها نعمروا المملحه ديالنا تكون عندنا الحشوه بارده.
صافي مباشرة درت العجين كما كتشوفوا معايا. انا هنا من بعد ما جبدته من بعد ما ارتاح عندي، دابا غادي نقسمو على جوج. الجزء اللي غادي نخدم به غادي نخليه، والجزء اللي ما غاديش نخدم به غادي نحتفظ به في واحد البلاستيك غذائي حتى نعاود نحتاجو. صافي غادي نرص سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نبدا كنطلق العجين ديالي بهذا الشكل. حاولوا انكم تطلقوها ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه عاوتاني بزاف. المهم تعاملوا معاها بحال كنطلقوا العجين مورق تماما. يعني العجين المورق ملي كنبغيو نطلقوه باش نشكلوه كنخليوه تقريبا نزيد 1 سنتيم، يعني بد الغلظ ديالو باش ملي كنطيبوه كيكون كيعطي باش كيلقى فين يتنفخ. بنفس الطريقه حنا غادي نتعاملوا مع هذا العجين هذا. صافي غادي من بعد ما طلقته غادي نقطع له داك الزوائد اللي كيكونوا الحواشي ديال العجين باش نعوضوه. وبالنسبه لداك الزوائد فغنقدروا نجمعوه ونحتفظوا به في واحد البلاستيكه، يعني ما نعجنوهش وفي نفس الوقت غير نجمعوه وصافي. صافي ومن بعد ما قطعته انا بهذا الشكل، ممكن تستعملوا نتوما اما قطعه ديال البيتزا بحال اللي عملت انا، اما تستعملوا هاد القطعه اللي مربعه على حسب نتوما شنو بغيتو اللي جاكم ساهل. صافي انا قطعته بهذا الشكل هذا، عمرت الحشوه في الوسط ومن بعد شديتهم على هذا الشكل هذا على شكل مثلث، ومن بعد غادي زولت لهم بداك الزوائد اللي زايدين غادي نزولهم غير بالقطعه ديال البيتزا، ونحاول نعوضو يعني باش يجيني شكل مثلث معاوض. صافي بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل داك الكميه ديال العجين اللي عندي كامله. من بعد غادي نعملهم في واحد اللاطه، غادي ندخلهم للثلاجه، غادي نخليهم يبردوا. المهم كما قلت لكم قبل راه كنتعاملوا معاه بحال اللي كنتعاملوا مع العجين المورق. غادي نخليهم يبردوا وغادي نشعل الفرن ديالي، غادي نخليه يسخن على 200 درجه من الفوق والتحت. خليوه تيسخن مزيان مزيان. من بعد نخرجوا اللاطه ديالنا من الثلاجه تكون بارده. دهنتهم بصفر البيض مع قطرات ديال الخل، وعملت لهم خطوط من الفوق بواحد السكين غير كتزيين. ومن بعد رشيتهم بشويه ديال البافو، دخلتهم الفرن اللي عندي مسخن من قبل على 200 درجه من الفوق والتحت. غير دخلتهم خليتهم واحد ربع ساعه، ومن بعد نقصت عليهم درجه ديال الحراره على 180 درجه وخليتهم يطيبوا على خاطرهم. خليوهم يطيبوا ويدخل فيهم الطيب مزيان باش كيتورقوا كيطيبوا من الداخل وما كيجيوش معجنين. وهذه هي النتيجه ديالهم من بعد ما وجدوا، كيجيو غزالين رائعين جدا. العجينه ناجحه وكتوجد بسرعه وصالحه لجميع المملحات. غير جربوها ما غاديش تندموا. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. اللي كيزور القناه الاول مرحبا، الاول قناه عفوا كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. ودمتم في امان الله وحفظه. الى الملتقى مع وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.